تحية تقدمية. أكد شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز أن العملية النوعية التي قام بها أبطال طوفان الأقصى في فلسطين تجسيد عملي لإرادة الشعب الفلسطيني القوية، ونتيجة واقعية لاغتصاب حقه التاريخي ولمشروعية المقاومة التي حمل لوائها ومعاناتها طويلا. ولئن كان يؤسفنا من انتهاك الحقوق الإنسانية ومن سفك دماء الأبرياء في غير بقعة من العالم، وما يحصل من دمار وخراب هنا وهناك، إلا أننا نشدد على أحقية الشعوب في الكفاح والنضال من أجل استعادة الحق المسلوب، ونؤكد على أولوية القضية الفلسطينية التي شكلت هاجسا ولك رفرف يا قاهرهم والتراث، وبواجب التصدي للعدوان ولك رفرف يا قاهرهم ولك رفرف يا قاهرهم. وأضاف: إن التاريخ سيكتب عن أسطورة الدفاع عن الأرض والمقدسات، وستسجل للفلسطينيين صفحات الفخر والاعتزاز والانتصار الذي لا بد من تحقيقه مهما طال الزمن. ودعا المجتمع الدولي للوقوف إلى جانب الحق العربي الذي ذهب ضحيته خيرة الشباب الفلسطيني دفاعا وجهادا، وعدم مجاراة التهديدات. ولك رفرف يا قاهرهم والقوانين الدولية ووقفت ضد الإنسانية بأشكالها كافة.